الكركديه من احلى المشروبات اللي بتطبطب على القلب، في الصيف شغال، في رمضان شغال، وفي الشتاء ما يقولش لا. تعالوا نعمل مع بعض اسهل طريقه لمشروب الكركديه. هبدا باني اجيب كوبايتين من الكركديه غسلتهم كويس بالشكل ده، واروح نازل عليهم ب 2 لتر تقريبا من الميه المغليه. اقلبهم بقى مع بعض واسيبهم لمده ليله كامله في التلاجة. بعد ما سبته منقوع ليله كامله زي ما احنا شايفين اللون اتغير وتقل خالص ونزل كل الطعم اللي فيه، وبمصفى بقى هبدا اصفي كل ده. هزود السكر بتاعي حسب الرغبه، اقلبه كويس وبعد كده اسيبه على النار يغلي لمده 10 دقايق بالظبط. بعد ما سبتها تغلي ده كده بقى شكلها بقى تقيل ومركز خالص زي ما احنا شايفين. هقفل عليه النار واسيبه يبرد خالص، وبعد ما برد يبقى كده عملنا احلى كركديه مركز يقعد معاك لحد 5 ايام في التلاجة. كل اللي عليك تديله ضربه في الخلاط عشان يبقى واخد وش زي ده، وتضيف على كوبايه فيها تلج، تزود عليه شويه من الميه الساقعه. او طريقه تانية بقى، هجيب شفشق كبير فيه تلج، هضيف عليه شرايح من البرتقال وشرايح من الليمون، هزود عليه الكركديه اللي انا ضربته، واكمل الباقي بميه ساقعه. لو كملت الفيديو لحد هنا فشكرا ليك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب رايك في الكومنتس.